يا مساء الفل، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفتوا صوابع الزبدة الجميلة دي بقى بتنزل في قلبي ايه؟ تعمل بوم. الزبدة دي انتاج بيتي 100%. الكيلو اللبن او ال2 كيلو اللبن اللي انت بتجيبيهم بتغليهم، وطبعا لما بتحطيه في التلاجة بيعمل وش قشطة. وكمان بتبقي جايباه من مكان موثوق منه. انا بجيب من ايه؟ من لبانة فلاحة. لبنها مضمون جدا، وما شاء الله بيطلع وش قشطة. حاجة يعني ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لها. انا بجمع بقى في علبة كده، وبعدين اما اجمع كمية بطلعه صيف شتاء يا بنات، على فكرة مش في الشتاء بس. وبعدين بحطه في علبة واشتغل بالمضرب. ما تزهقيش، هتفضلي تضربي فيه كويس. وبعدين بيكون جنبي طبق فيه مية ساقعة وفيها قوالب تلج. وهتعرفوا الوقت ليه. بفضل اضرب فيها لحد ما اللبن بتاعها ينطر. اللي هو الخض ده عبارة عن لبن منزوع الدسم. كده خلاص يا بنات، هي خرزت معايا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كمان انا كنت شلت من الطبق اللي بضرب فيه كمية، لان ما كنتش عارفة اضرب. لان ما شاء الله كانوا كمية كبيرة. شوفوا الخض ده يا بنات. اه، شفتم؟ ايوه، اللبن ده بقى اسمه الخض، لبن منزوع الدسم. عايزة تشربيه كده، عايزة تستخدميه في معجنات، براحتك. خرزت ما شاء الله. انا بقى بعمل ايه؟ بغطس ايدي في الطبق اللي فيه المية بالتلج عشان اعرف الم الزبدة دي. كده يا بنات زبدة. معلش استحملي ايه؟ التلج شوية علشان ايه تتلم. على فكرة هي كانت القشطة تعتبر برضو ايه ساقعة. عشان كده على طول خرزت معايا هي بنات. بجمع بقى وافضل اعصر فيها. بتعصري فيها تنزلي منها اللبن اللي موجود فيها. وعلى فكرة يا بنات ما تخافوش، هي هتاخد وتدي معاكي. اهي يا بنات شوفوا، لا بتتفتت ولا اي حاجه. مجرد ما بتعصر هي بتتلم على بعضها، لان طبعا دي ماده دهنيه، فايه بتتلم على بعضها مع البروده. فعشان كده بقولك ايه، غطسي ايدك في شويه ميه بتلج. خلاص عصري كويس كويس، واعمليها. عايزه تعمليها مدوره، عايزه تعمليها صوابع زي ما انا عاملاها كده. شوفي الافضل بالنسبه لك والاسهل ايه. دي الكميه التانية يا بنات اللي انا كنت شلتها. هضربها برضو عشان كميه قليله، مش هتاخد وقت كتير. هتتضرب بسرعة برضو. أول ما نلاقي الخض نطر منها، تروحي حاطة ايدك في المية بتلج، وتروحي لمها وتعصريها برضو من اللبن اللي فيها. طبعا هي حاجة احنا عاملينها لبيتنا، فايه يعني لازم نشتغل بإيدينا. وانا مش هعرف ألبس جوانتي ولا حاجة. معلش سامحوني يعني. مش بعرف اشتغل بيه خالص. بتعصري كويس 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 قوي لحد ما اللبن كله ينطر منها. وعلى فكرة هو اللبن ده مش بيترمي، ده جميل جدا يعني، ده مغذي خالص ويعني بصي بيبقى مسكر برضو، مش بيبقى مثلا له طعم متغير او حاجة، لا مسكر. بعد ما بنلم بقى خرز الزبدة يا بنات ونجمعه كده مع بعضه، لازم بنغسل صوابع الزبدة دي في المية الساقعة. بنغسلها يا بنات، كل ما بتغسلي تلاقي المية بتبيض معاكي. اهم حاجة زي ما اتفقنا، المية تكون ساقعة في ايديك، انت حاسة ان هي باردة. ما تسخنش، ولو حسيت ان هي سخنت زودي قوالب تلج. ولازم تدعكيها. انا عايزة صابع الزبدة ينضف خالص من اللبن على قد ما تقدري. معلش هي المرحلة دي متعبة شوية، بس صدقيني النتيجة هايلة. طبعا احنا هنعصر كل الكمية اللي معانا ديت. ويا سلام لو خدتيها كمان في طبق تاني بمية ساقعة وعصرتي. وعصري، خدي راحتك، عصري، عمرها ما هتروح معاكي في المية ولا حاجة. عصري براحتك خالص لحد ما المية تنضف معاكي. شوفوا ايديا ما فيش فيها اي حاجة. هي كتلة الزبدة على بعضها، مش هتفك من بعضها ولا حاجة. تمام يا بنات، وسويها كده. آه انا عملت حوالي 5 صوابع زبدة، ما شاء الله كمية محترمة. ونص كيلو لبن منزوع الدسم. الزبدة هنحتفظ بيها في الفريزر، مش في التلاجة، لان هي مش عليها اي مواد حافظة. تمام يا بنات، انا مش هسيح منها حاجه دلوقتي، لاني كان عندي كنت عامله قريب. اما اجي اسيحها هعمل لكم فيديو مخصوص ليها، نطلع منها المرته بتاعتها والسمنه البلدي. هتعجبكم جدا يا بنات. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتقولوا لي رايكم. لو الطريقه عجبتكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. كنت معاكم انا منى غيث. باي باي.